السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حضراتكم في أثناء أكتر من بث مباشر بتطلبوا مني إن أنا أبين صفة الصلاة الصحيحة لمن هو يجلس على الكرسي. خلينا نتكلم ونفهم إن الرجالة والستات في الصلاة سواء. خلاص، أنا بتكلم في أحكام الصلاة على الكرسي. طيب، المرأة إن استطاعت أن تلبس شرابا فذلك أفضل، لأن الخروج من الخلاف مستحب. ركزوا معايا بقى. خلاص كده، في بعض الناس بيجوا يعملوا كده، الله أكبر، وتقوم قاعدة مباشرة، رجالة أو ستات. ده ما ينفعش، والصلاة بتبطل. ليه؟ احنا هنقعد فين؟ ركزوا معايا. احنا هنقعد في الركن الذي لا نستطيع أداؤه على الطريقة المعتادة. يعني ايه؟ يعني حضرتك عندك مثلا دوار يمنع من الوقوف، يبقى انت هتقولي الله اكبر، تكبري وتقف لتكبيرة الاحرام شوية، واول ما تلاقي الدوار هيشتغل تقومي قاعدة. خلاص كده. طيب، افرض انا يا عم الشيخ مشكلتي في ظهري، يعني في الركوع او السجود. لو انت او انت مشكلتك في ظهرك وجيتي قمتي الله اكبر وقاعده مباشره، بطلت الصلاه. ليه؟ لان انت عندك مشكله في ظهرك تخص الركوع والسجود. يبقى هقول اهو الله اكبر. بالمناسبه تكبيره الاحرام الايدين بمحاذاه الكتفين للرجاله والستات اهو، الله اكبر، وابدا اقول دعاء الاستفتاح: اللهم إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين، بسم الله الرحمن الرحيم. هقرأ الفاتحة وبعدين أقرأ السورة، بعد كده هركع اهو. خلاص، لما أجي أركع لو أنا عندي مشكلة في الركوع هقعد الله أكبر وأقوم قاعدة وأقوم عاملة كده: سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبوح قدوس رب الملائكة والروح. طب افرض انا مشكلتي مش في الركوع، انا مشكلتي في السجود، يبقى في الحالة دي هقول الله اكبر واركع اهو. خلاص. طب افرض خدتها من قصرها وانا مشكلتي مش في الركوع وقمت راكع على الكرسي، بطلت الصلاة لان ده ركن. خلاص. طيب، جيت انا اهو ركعت على الكرسي، عايز ارفع من الركوع، انا مشكلتي مش في الوقوف، ما جيش اعمل كده سمع الله، لا، سمع الله لمن حمده واقف. بعد كده الله اكبر للسجود. الله اكبر للسجود لو انا على الكرسي بقول الله اكبر، ادي الركوع، خلاص، بيبقى السجود كده. خلاص، يبقى اكثر من الركوع اماله شويتين. خلاص كده، دي نقطه. النقطة التانية، علشان بس ناس كتير سألت لما كنا عاملين الفيديو بتاع الطفلة الصغيرة، الصباع ده هل يتهز كده كذا مرة ولا مرة واحدة؟ هل يتعمل كده ولا يتعمل كده؟ كل دي هيئات، ولا يوجد قول قاطع في هذا الإصبع. خلاص كده، من أول التشهد لآخره، لا، من أول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. في ناس بمثابة أن تنتهي من الشهادتين بتثبت الصباع، وفي ناس بيفضل تاني شغال لحد آخر التشهد. خلاص كده. ليه؟ لأن ده له علاقة بعرق في القلب ينبه القلب من أي غفوة أو من أي سرحان. خلاص كده. طيب، هنكمل بقى الصلاة زي ما احنا ماشيين كده. خلاص، انا كده قعدت اهو، خلاص، للسجود. طيب، بعد كده اقوم الله اكبر اللي هو السجدة اللي بين، بعد كده اسجد تاني، بعد كده هاجي اقوم، ما عنديش مشكلة في الوقوف، اقوم للركعة التانية واقف. لو اني عندي ركن تاني وتالت ورابع استطيع اجيبه وانا واقف، وجيت قعدت، استسهال بقى، استصعاب، قلت ان ربنا غفور رحيم، قلت دي الرحمة، ربنا ما جعلش علينا في الدين من حرج، الصلاة تبطل. ليه؟ لان ده حكم من احكام الدين. الدين احكام. خلاص. وقبل ما اقول لك سلام، احب انبه الستات الكتيرة
اللي بيبعتوا ويسألوا هل ينفع يا شيخ في الوضوء إن أنا أمسح على الهدوم في ايديا؟ لا، بطل الوضوء. يعني حضرتك في مكان في رجالة، خلاص تخش الحمام وتتوضي، لكن تقولي لي أصل البتاع ده ضيق فأنا مش هينفع فهمسح عليه كده وربنا غفور رحيم؟ لا يا فندم، لأن ده فرض. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. ركزوا في الكلام ده كويس قوي. خلاص، يا رب يكون كلامي وضح للصلاة على الكرسي، ويا رب نكون فهمنا. وتاني وتالت، لو حضرتك مش لابسة شراب صلاتك صحيحة، ولو تقدري تلبسي الشراب يكون أفضل، لأن أدام في مسألة خلافية فالخروج من الخلاف مستحب. دمتم في أمان الله.